هلو، صباح الخير. تعالوا النهاردة هنقضي اليوم من الساعة 6 الصبح. قعدت عملت كوباية الشاي بتاعتي وبدأت اليوم الأول ان انا قعدت اشيك الأول على الاكونتات بتاعتي والمسجاتكو وشوية حاجات كده، وبرضو ان انا افوق شوية علشان كنت لسه مش فواقة اصلا ولا مركزة خالص. يلا بينا نذاكر. الو يا جماعه، عايزه اقول لكم ان انا خلصت الفصل التاني. سوري، الفصل الاول لسه، التاني كنت بادئه فيه لسه مكملتوش. بس قررت قرار جميل جدا وانا كان نفسي فيه صراحه من زمان قوي قوي يعني، وهو ان انا اروح المكتبه. استنوا شو كده. هشوفوني شويه كده بالطرحه احسن من الذل النفسي اللي انا فيه ده. المهم انا من زمان قوي يا جماعه. بصوا، انا هلم الدنيا وهحكي لكم يعني ايه، بحيث ان احنا ما نتكلمش كتير قوي يعني، في نفس الوقت مكنتش بصور حاجه. المهم اللهم صل على النبي. من زمان كنت بقول انا يعني من ايام ثانوي اصلا كنت بقول انا نفسي اروح مكتبه وكده واقعد اذاكر بقى وكده. بس انا كنت بلاقي الحوار ده عندنا في دمياط، في اسكندريه عندهم مكتبه تحفه بجد بجد تحفه، وانا بحب مكتبه اسكندريه اصلا قوي قوي يعني. فكان نفسي قوي ان انا اعيش نفس الجو ده، لان ايام حتى ثالثه ثانوي كان في ناس بتابعهم وكده من اسكندريه كانوا بيقعدوا يذاكروا هناك وكده، فالموضوع بيبقى لذيذ قوي. فاحنا طبعا عندنا هنا مش بكبر مكتبه اسكندريه يعني، بس في نفس الوقت برضو لذيذه. انا كنت دخلتها بس من زمان قوي قوي، تقريبا من اعدادي، فيعني دي 4 سنين مثلا ولا حاجه. فانا قررت النهارده وسالت حد من اصحابي، مع ان انا اصلا اصحابي يعني بيروحوا مكاتب وكده مش كتير، ومش فاهمه ليه صراحه يعني. انا نفسي افهم ليه ما عنديش الصحبه اللذيذه بتاعت يعني تعمل الحاجه اللي انا بحبها. بس anyway كلمت واحده من صحابي يعني وكده، وسالتها ايه التفاصيل والدنيا، مع ان هي يعني من مكان مش من مكاني، بس تعرف اكتر مني يعني، ان هي اصلا بتذاكر وبتنزل تقعد تذاكر في اماكن وكده. المهم يعني هي قالت لي تفاصيل وقالت لي ايه ده يا جماعه، معلش نعتذر عن العبث اللي موجود ده، بس ماشي. المهم يعني ان هي قالت لي ان هو عادي تروحي تقعدي تذاكري وكده. كنت بسالها على اللي هي ناحيه يعني حاجه تبقى في الجديده، بحيث ان انا اخلص مذاكره واروح على الجامعه، بس قالت لي انها تكون بعيده قوي قوي يعني عن الجامعه اصلا، ف يعني خليني هنا احسن، وحتى قريبه وفي حته قريبه يعني. وانا اصلا كمان والدة بابايا كمان ناحيتها، ويعني قريبة اصلا كلهم في الناحية دي، فاللي هو مش هنكون، حتى انا نفسي مش هكون بعيدة وحتى مش هتوه يعني. فبس اخدت القرار الصراحة، مع انه قرار متسرع شوية. مش عارفة هو متسرع، بس انا كان نفسي فيه من زمان قوي، فاهمين؟ وانا صراحة بعمل نفسي الفترة دي اللي هو انا نفسي في حاجة اعملها، ليه لا يعني. ودي حاجة مفيهاش مجازفة قوي يعني، بالعكس ده حاجة لذيذة. واشوف الدنيا كده برضو، لو عرفت بقى ايه اشوف التفاصيل بتاعت ان انا مثلا استعير كتاب وكده، ولو لقيت كتب يعني حاجة انا مهتمية بيها قوي يعني،
هستعير، بما ان انا لسه مش عارفه يعني اشتري كتب بالكم، لان انا اللي عندي اصلا كلهم يا اما كان بتاع مامتي يا اما اختي كانت جايباهولي مره، ومش معرفتش اوصل لشغف ان انا اقعد اجيب الكتاب واشتريه واقعد اقراه كده، لان الكتب بتبقى غاليه قوي يعني، وكتب التحفه الحلوه بتكون غاليه جدا يعني، فان انا اصلا هستعمله مره واحده برضو ده كان بيبقى تقيل على قلبي شويه. المهم فيلا بينا نقوم. بصوا انا شكلي هاخدها كلها لان انا اصلا بستعمل الاقلام كلها، واحيانا بلاقي قلم خلص فهاخدها زي ما هي. هاخد برضو بتاعه الماركر برضو كلهم، فانا هسيبهم زي ما هما. فانا هاخد شنطه ظهر احسن، عشان مش عارفه، حاسه ان انا لو خدت شنط من اللي انا مصمماها مش هتكفي عشان دول، او ممكن يقع في الشنطه مش عارفه. المهم والايربودز عايزه اشحنها، والتليفون اصلا برضو عايزه اشحنه شويه هو والتابلت، بس الايربودز اصلا فاصله، فانا عايزه اشحنها ضروري لانها هستعملها هناك كتير، ولو لقيت وقت شويه اشحن الهيدفون، لو ما لقيتش خلاص مش مشكله عادي، فاهمين؟ بس يعني بحيث ان يكون معايا بديل تاني، عشان مش عايزه حاجه تفصل، لان اكيد هسمع مثلا حاجه او كده. ده الكشكول بتاعي، وهاخد معايا التابلت، وهاخد برضو كشكول كده تاني صغير. فهوريكم دلوقتي وانا بجهز الشنطه، بس اروح الاول البس. مش عارفه الصراحه، ممكن اوريكم الفاينل على طول في المرايه، لان انا لغايه دلوقتي كتير قوي فالفلوج ده هيبقى طويل قوي فبس يا جماعه اوكي، هروح البس واوريكم الطقم وهنجهز الشنطه سوا. اوتفيت شيك، ايه رايكم؟ الاوتفيت شتوي شويه يا جماعه، فمحدش يعلق ان احنا منزلين دلوقتي في عز الصيف، ولكن احنا عملنا الفلوج ليه ما نزلهوش يا جماعه. لو عايزين تبقوا تشوفوا انا معايا في شنطه ايه، هوريكم واحنا مكتوب عشان حاسه بس انا اتاخرت شويه، اخدت نص ساعه الصراحه البس يعني. فيلا بينا let's go. كنت محروقه يا جماعه شويه، فعشان كده اصلا حتى رياكشني اللي هو كده بجد مش طايقه نفسي، مش طايقه حد بس يعني طورت اتس اوكي يا جماعه. عايزه اقول لكم ان انا اياميها ما كنتش بخرج وكده، وكنت بنزل كتير اصلا، فساعتها بقى كمان قررت ان انا اخدها مشي، ومشيت لحد الكوبري، طلعت الكوبري بقى دلوقتي ولسه يعني بجد مش عارفه ازاي الواحد ممكن يسيب الفيو ده وبيضيع عليه ان هو يتمشى شويه في الجو ده. بجد ده الجو اللي بيكون فوق على الكوبري من فوق كده تحفه. طبعا المنظر دلوقتي مش ألذ حاجه، لان هما بيظبطوا الجزء اللي هو قصاد الكوبري ده، سوري يا جماعه، تحت الكوبري قصاد البحر وكده، او ميه نيل ايضا. هو الصراحه يا جماعه هو سامعني حاجه احنا بنقول كله عادي مش مشكله يعني. بتكلم معاكم بس طبعا ايه المشاريع عندنا حشورين جدا، فانا كنت قاعده بتكلم وحد قاعد يبص لي بقى اللي هو ايه قفلت الكاميرا. المهم هظبط الطرحه دي بس لما انزل تقدر اللهم صل على النبي خدتها مشي والطرحه بايظه يا دوب صور منها. اخيرا وصلنا للناحيه التانية من الكوبري، ونازله الكوبري دلوقتي وهنروح على المكتبه على طول. هروح اركب بقى مواصلات عشان ما عادش قادره، والمواصله توقفني قدام المكتبه بالظبط، بس معرفتش اصور وانا داخله يا جماعه. هلو بينا في المكتبه يا جماعه. قعدت بقى وحطيت حاجاتي وكده وبدات اقعد اذاكر، وكنت رايحه اول واحده على فكره، ما كانش في اي حد اصلا في المكتبه خالص، بس اتعرفت على بنوته كانت هناك، كانت جايه تخلص ابحاثها وكده، فتعرفت عليها وهي قاعده جنبي، بس قعدت بقى كملت القعده لوحدي وقعدت اذاكر شويه وكنت قاعده بكتب وبس. التجربه بالنسبه لي كانت
10/10 حقيقي، لان انا كان نفسي ان انا اروح واقعد اذاكر واصور شويه وانا قاعده كده، اللي هو بحس ان الجو ده بيشجعني اكتر ان انا اقعد اذاكر. زي برضو ما بروح في كافيه وبلاقي ان كله بيبقى قاعد على اللابتوب وقاعدين بيذاكروا ومش عارفه ايه وكده، او حتى بيشتغلوا، بحس ان انا بكون عايزه انجز. فانا وقتها فعلا كنت فاقده الشغف شويه من ناحيه المذاكره، فده يعني اداني حرفيا شويه انرجي كده حلوه، وحقيقي انا مبسوطه بالتجربه جدا. خلصت الفصل التاني اللي كان لسه ليه فيه حاجات بسيطة، وبدأت أقرأ حاجة كتاب عن الرسم، والمعلومات يعتبر اللي فيه كلها أنا عارفاها، بس أضاف لي شوية معلومات تانية جديدة. وبرضو ان انا كنت فقدت الشغف شوية من ناحية الرسم وان انا ارسم وكده، فحبيت ان انا اقرأ حاجة ليها علاقة بالحاجة اللي انا بحبها. بس قعدت هناك ساعتين تقريبا، 2.5 ساعة، وبعدها بقى قمت ومشيت. واخدت شوية معلومات حلوة جدا برضو من الكتاب، عشان كنت بكتبها معايا في النوت بتاعتي. ده منظر المكتبة من برا، الجزء اللي تحت ده احنا ممكن نقعد فيه وكده. عشان انا كنت اخر مرة دخلت المكتبة اصلا كان من زمان جدا، فبجد كان عاجبني ان برضو المكان منظم حلو. المهم يا جماعة، طبعا هعتذر عن ان التليفونات وقعد بيتهز كده، لكن انا اصلا محروقة ارفع التليفون شوية اتكلم، بس ماشي. وهنا يا جماعة انا بجد كنت اتحرجت اصلا ان انا اتكلم. يعجبني طبعا فينا ان احنا بيتكتب لنا ممنوع الوقوف هنا، فالعربيات كلها بتركن في نفس المكان. عشان اليوم يكمل بقى كده، رحت ركبت معدية وعديت الطريق، رحت بقى الجديدة وكده، بس ما صورتلكوش الصراحة وانا رايحة في الطريق. وهنا يا جماعة ده ما كانش رياكشن قرفة والله، بس هي كانت سخنة فاتلسعت بس مش اكتر. بجد هي فعلا كانت طعمها حلو. شوفوا الكتكوتة دي، انا بحب القطط اوي يا جماعة. قعدنا في كافيه ولقينا بنوتة قاعدة معاها القطة دي، بس وبكده اليوم يكون خلص. عايزة اقولكوا ان انا عملت فيه كذا حاجة انا كان نفسي اعملها جدا، والصراحة كنت مأجلها بقالي كتير جدا برضو، فجايه لكم بنصيحه بجد. لو انتوا عايزين تعملوا حاجه ابدأوا اعملوها، وحتى لو هتنزلوا حاجه متاخر يا جماعه، زي ما دلوقتي بنزل لكم الفلوج ده متاخر عن وقته جدا، عادي مش مشكله، نزلوها. وجربوا روحوا مرة المكتبة، روحوا اقرأوا، روحوا اقعدوا ذاكروا شوية، حسوا بالجو. صراحة هناك الجو تحفة. وبس كده، حابة انهي معاكم النهاردة الفيديو. باي.